بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أحمد زهرة، مدرس مادة الهيستولوجي. طبعا إن شاء الله بالنسبة لنا إحنا إن شاء الله لما تشتغل معانا كده هتسمع يعني الهيستولوجي المظبوط الصح من السورس الرئيسي بتاعه أو الأفكار من المصدر الرئيسي بتاعها، وليست محاولات للتقليد. يعني هتحس كده إن أنت بتسمع الحاجة بريميوم كواليتي، يعني إن شاء الله يعني تحس كده إن المادة بالنسبة لك أسهل ما يمكن. لو جيت تسأل زمايلك اللي قبل كده أو الأكبر منك، الحمد لله إحنا عاملين سيستم كويس قوي، مفيش حد موجود معانا وما بيجيبش الفول مارك، صعب قوي يعني، الا لو انت تعمدت كده، فاهم قصدي؟ يعني انت عارف الاسئله وبوظتها، هو ده الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تنقص فيها درجات. مبدئيا كده عايز اقول لك نظام الكورس بتاعنا ماشي ازاي عشان تبقى فاهم احنا داخلين على ايه او ايه الفرق ما بيننا وما بين اي حاجه ثانيه. بصوا يا اولاد، احنا بنشرح المنهج 3 مرات في الكورس، بس يعني في الكورس اللي هو بتاع الموديول نفسه. انتوا عارفين طبعا اول موديول عندنا اسمه ايه؟ 101 سامعين الكلام ده قبل كده صح كده؟ 101 ده الهيستولوجي مش هي الماده الاكبر، بس هي الماده المضمونه في الدرجات. يعني فاهم قصدي؟ يعني انت مش لازم اهتمامك يكون بالماده الاكبر وبس، ما ممكن تكون الماده الاكبر دي ممكن يكون فيها صعوبات شويه او الدنيا فيها مش اسلك حاجه، لكن مثلا عندك الماده دي سالكه جدا والامور فيها حلوه، فنلعب على المضمون نخلصه وبعدين نشوف الثانيه، فاهم قصدي؟ لان في ناس بيعملوا العكس وده بيبقى خطا كبير. يعني لو انت اديت اهتمام، مثلا انت عندك مادتين، واحده مثلا عندها 60% من درجه واحده 40%، ممكن يقول لك ايه، لا يا عم انا ههتم بالايه؟ بالاكبر واسيب الثانيه. فلما تهتم بالاكبر وتسيب الثانيه بتحس ان انت كده ضيعت اصلا الحاجه السهله، فانت تلعب على السهل يعني انت كده كده هتذاكر كل حاجه، بس بقول لك اوعى تهمل الماده علشان ان شاء الله الدرجات بتاعتها تعتبر مضمونه. يعني بالنسبه لكل الامتحانات اللي انت هتدخلها انا يعني قبلها بكون محضرك كويس قوي لاي نوع من الاسئله ان شاء الله. احنا بنشرح المنهج 3 مرات. اول حاجه الشرح الرئيسي اللي هو زي دلوقتي كده على البورد، بنشرح بقى اللي هي المره الاولانيه اللي انت اول مره فيها بتسمع المعلومات، فبيكون بنشرح براحتنا شويه، يعني بالراحه وبهدوء فاهم قصدي؟ بعد ما بنخلص ان شاء الله، طبعا اول ماده بتخلص في كل موديول اللي هو الهيستولوجي، انا اول الدكتور بخلص في الحاجات كلها، يعني مثلا الاناتومي وبايو ومش عارف ايه كله شغال واحنا بنخلص من بدري. وبعدين بنبدا شرح تاني مره، بس تاني مره دي بتبقى مكثفه. يعني ايه؟ اصل انت بقى مش لسه هقول لك يعني ايه هيستولوجي، يعني بيبقى عندك انت ايه؟ خبره كويسه، ففي المره الثانيه بيكون الشرح نفس المعلومات بس اسرع، مش عشاني انا، عشانك انت اتغيرت. فاهم حاجه ولا ايه؟ انا ما بشرحش منهج ده، انا بقول لك النظام، فاهم؟ طيب فانت دلوقتي احنا في المره الثانيه بتكون اسرع علشان انت نفسك بقيت احسن. غالبا بتبقى 4 ايام بس، يعني 4 ايام ورا بعض، او مثلا في ما بينهم فرق بسيط، بناخد الماده تاني الوش التاني بقى، فاهم قصدي؟ بعد كده طبعا برضو دي متاح ان انت تحضرها حضوري او اونلاين. ركز عشان اللي انا بقوله لك ده هيفرق معاك في ان انت وانت بتعمل خطه للدراسه، لان انا بكره العشوائيه جدا، ما ينفعش تبقى ماشي عشوائي، لازم تبقى مخطط كل حاجه. يبقى انت هتعمل حسابك ان احنا نشرح مره في الاول على البورد زي ما احنا شغالين دلوقتي، بعد كده المره الثانيه بنشرح كراش كورس. عارف كراش كورس؟ اللي احنا بنشرح الماده تاني بس اسرع شويه والموضوع مكثف شويه، ساعات اطول بس بنخلص بسرعه. المره الثالثه بقى دي انا بشرحها مع نفسي من غيرك انت، بسجل لك فيديوهات كده على جرافيك تابلت. دي يعني كانت عامله ضجه جامده السنه اللي فاتت، حاجه اسمها لاست مينيت ريفيجن. لاست مينيت ريفيجن يعني ايه؟ انت دلوقتي داخل الامتحان مثلا نفترض الاسبوع الجاي، في الاسبوع اللي قبل الامتحان انا بعمل لك فيديوهات، مثلا كل فيديو 20 دقيقه 15 دقيقه لكل شابتر فيديو، يعني مثلا مجموع الشابترز كلها ساعه، بس الساعه دي فيها ايه؟ الحاجات اللي هي المهمه جدا، اللي هي الحاجات الهاي ييلد بقى والحاجات اللي بتتكرر في الامتحان جدا، بحيث ان انت مثلا ممكن تكون مذاكر بس مكسل تراجع. في ناس كده، انت بتذاكر كويس، بتذاكر وقبل الامتحان جالك ايه؟ كسل، يعني ما انتش قادر تراجع. فالفيديوهات دي بتخليك ايه؟ انت مثلا هتقول انا مكسل ليه؟ ده انا هسمع الراجل ده بيتكلم 15 ولا 20 دقيقه بيلم لي فيهم الكلام، هتلاقي نفسك بتفتكر، وحاجه بتشجعك على ان انت تراجع المعلومات الاساسيه. يبقى احنا اتفقنا ان المنهج نفسه بيتشرح 3 مرات، ده جوه الموديول ملوش دعوه بالفاينل، لسه الفاينل بنراجع تاني وبنعمل حاجات تانيه، فاهم قصدي؟ بعد ما بنخلص الحاجات دي بننزل فيديوهات حل الام سي كيو بتاع كتاب الكليه، فيديوهات قراءه كتاب الكليه. طب ايه الفايده ان احنا طالما احنا عاملين مذكرات، هل المذكرات تختلف عن كتاب الكليه؟ قولا واحدا لا، بنسبه 100% نفس المعلومات. ولكن كل الفكره ان انا مثلا شوف، يعني معلش اديني ورق كده، مثلا حاجه زي الايه؟ المخطط ده، هو المخطط ده ضمنا موجود في كتاب الكليه بس هو مش مرسوم كده، فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني هو مكتوب فاحنا حولناه مخطط، فانت بتلاقي نفس المعلومات بس الدنيا يعني اسهل شويه. طب انا ارشح لك ايه؟ ولا ده ولا ده، عادي. انا بالنسبه لي الاثنين انت هتمشي معايا نفس الكلام، يعني اللي ماسك كتاب الكليه هيلاقي نفس الكلام، واللي ماسك الورق هيلاقيني بقول نفس الكلام، فاهم؟ بس في ناس بيحب ان اللي الدكتور بيكتبه بالظبط يكون هو اللي قدامه، فهو ده المذكره، يعني دي الفكره. لكن كمعلومات نفس الكلام بنفس الترتيب. وحتى زي ما بقول لك هتلاقي الكورس بتاعك
بعد ما بنخلص الشرح بتاعنا بتلاقيني بسجل لك مراجعه على كتاب الكليه، قراءه للناس اللي بيذاكروا من كتاب الكليه عشان يتاكد ان انا ايه قلت له كل حاجه. فحرفيا انت لو حاولت تسقط مش هتعرف، فاهم حاجه؟ يعني المنهج بيشرح لك مره بطيء ومره سريع ومره سريع جدا ومره ام سي كيو ومره ايه يا عم في ايه. فان شاء الله هتلاقي الدنيا لذيذه جدا باذن الله. تمام؟ طيب مش عايز اطول عليكم، انا ما بحبش اتكلم كتير في القصص اللي هي في البدايه دي، لكن خلينا نبدا على طول ان شاء الله. طبعا الهيستولوجي اكيد كلكم سمعتوا ان معنى الهيستولوجي هو ايه؟ علم الانسجه والخلايا، صح كده؟ وكل الفكره يا اولاد ان احنا في بدايه الكليه، انت دلوقتي كان زمان في الثانوي كنت بتدرس بقى فيزياء على كيمياء على حاجات لها علاقه بالانسان وحاجات لها علاقه بحاجات تانية، مش عارف ملف بيعمل مش عارف ايه، انا مالنا ولا الكلام ده. انت دلوقتي خلاص اتخصصت في ايه؟ في جسم الانسان، صح كده؟ فالمفروض ان انت تدرسه الاول على طبيعته، يعني تشوف جسم الانسان في الطبيعي شغال ازاي. لان انت جسم الانسان اللي هيجي لك بعد ما تخلص كليه ايه؟ مريض، فلازم تبقى عارف الحاله الطبيعيه والحاله المرضيه عشان تبقى عارف الفرق ما بينهم، ولما يجي لك واحد مريض عايز ترجعه تاني يبقى ايه؟ مظبوط. فاهم قصدي ولا ايه؟ فانت لازم تبقى عارف السليم، وبعدين في السنين بقى اللي في الكلينيكال بتدرس الامراض، لكن دلوقتي انت بتدرس جسم الانسان هو ايه؟ وهو سليم. فالاربع مواد اللي انت هتدرسهم في البدايه كلهم بيتكلموا عن جسم الانسان وهو ايه؟ سليم، بس من وجهه نظر كل ماده، يعني كل حاجه بتبقى مختلفه عن الثانيه. فاحنا بنعمل ايه في الهيستولوجي؟ احنا بندرس جميع اجزاء جسم الانسان بس باستخدام الايه؟ الميكروسكوب، يعني بنجيب الانسجه ونشوفها شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب، وده هيفيدك جدا بعد كده في ماده الباثولوجي لو تسمع عنها. علم الامراض معتمد قوي على الهيستولوجي. خلاص يا اولاد؟ فاحنا كده خلاص عرفنا معنى الهيستولوجي، مش عايز اطول في الكلام اللي هو اصلا اوريدي كل الناس تقريبا عارفين. بعد كده احنا عندنا اول حاجه بندرسها اصغر حاجه في جسم الانسان، حاجه اسمها السل اللي هي الايه؟ الخليه دي انت هنبدا بيها، احنا دراستنا كلها هنبدا باول حاجه عندنا اللي هي الايه؟ الخليه، اللي هي الوحده البنائيه لجسم الانسان او اصغر حاجه في جسم الانسان. فاول شابتر عندنا بنسميه ايه؟ سيتولوجي يعني ايه؟ علم الخليه. ما هو سايت دي معناها خليه، واولوجي يعني ساينس، فكلمه سيتولوجي اللي هو ايه؟ علم الخليه. هو ده الحاجه اللي احنا بنبدا بيها دراستنا في الكليه. طبعا في معلومه عايز اقولها لك عشان اول ما تمسك كتاب الكليه لما ينزل ان شاء الله هتتفاجئ بحاجه غريبه، ان اول شابتر ما اسموش سيتولوجي. ايه رايك في المفاجاه الحلوه دي؟ اول شابتر كده بتلاقي في كتاب الكليه، بس ركز علشان بص، انا عارف ان كلكم ناس شاطرين ويعني انتوا صفوه الطلبه، انا فاهم الموضوع ده، بس في الكليه لازم تسمع كلام اللي اكبر منك، يعني لازم تاخد نصايح فعلا وتسمعها وتنفذها. اول شابتر يا اولاد او اول كام صفحه في كتاب الكليه اسمه انترودكشن اند مايكرو تكنيك، يعني مقدمه وطريقه التعامل مع الانسجه. طبعا الشابتر ده اصلا لما بيجي في الاند اوف موديول او في الفاينل هو بيتلغي اساسا، وهو فيه المعلومات دي انا بالنسبه لي انا ببدا بالسيل. طبعا انا اللي اخترعت القصه بتاعت ان انا نبدا بالسيل دي، لان الشابتر الاولاني او الثلاث اربع صفحات اللي في الاول دول لو انا بدات بيهم انت بتحس ان الماده رخمه قوي، بيقعد يكلمك عن انواع الميكروسكوبات وانواع، فانت اصلا بتقول ايه ده؟ فاحنا بنعمل ايه؟ حاجه حلوه قوي، ان احنا بنشتغل عادي في العلم الاساسي بتاعنا اللي هو الشابتر الفعلي اللي عندنا اللي هو الايه؟ السيتولوجي. بس وانا ماشي فيه كل محاضره بقول حته صغيره من ايه؟ من الثلاث اربع صفحات. فهتفاجئ ان انا على ما اخلص سيتولوجي تيجي حضرتك تقول وبعدين بقى الدكتور اللي هيودينا في داهيه ده انا هروح ابص على الايه؟ على الثلاث اربع صفحات اللي فيها، هتلاقي نفسك عارفهم بنسبه 100% كلهم. فهمت حاجه؟ فاحنا بنشتغل فيهم بس ايه؟ على الهادي كده، فهمت؟ لكن فعليا انت لما بتكون داخل اي امتحان او اي حاجه بدايتك منين؟ من السيتولوجي. فهمت كده؟ طيب في فكره كده اسمها مايند ماب يعني ايه؟ خريطه ذهنيه، ان انت لما تيجي تدرس اي حاجه ركز. بص انا هقول لك على حاجه، المحاضره بتاعت النهارده هي اعداد علشان نقدر نبدا في المنهج. ايه المشكله اللي انت هتواجهها في الكليه؟ ركز معايا عشان انا بكلمك بكل امانه وبكل صدق. بص اسال اي حد، احلى حصه ان شاء الله واحلى محاضره واكتر حاجه هتحبها في الدنيا هي محاضره الدكتور احمد زهر. بجد انا حرفيا الناس بيجوا التعبانين نفسيا بيجي اللي يحضر الحصه بتاعتي. فهمت كده؟ بص يا سيدي، نسيت انا كنت بقول ايه. بص يا سيدي، احنا دلوقتي مشكلتك اللي انت هتواجهها في الكليه ايه؟ ان انت لما تروح هتلاقي ان الدكتور بيشرح لك ان الناس قامه علميه كبيره جدا وحاجه 100 100. انا مش بقى انا يعني النقاش مش على شخص الدكتور، بس طريقه البدايه صعبه عليك شويه. هو مش واخد باله مثلا الناس ان انت لسه ايه؟ يعني جاي ولسه طريقه دراستك مختلفه، فبيدخل بقى على طول يقول لك والله السيتولوجي فيه كذا والاورجانيزم عمال تعمل فلان الفلاني والموضوع كذا والفانكشن كذا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انت بتحس ان انت ما استوعبتش، لكن الفكره عندنا ان احنا لازم في افكار معينه
يعني الدخله دي مش هتلاقيها نفس الدخله اللي هي اللي هو بيقولها لك في المحاضره، بس هي مهمه عشان تفهم المحاضره عامله ازاي. فهمت كده؟ انا بحاول اقول لك كل الحاجات اللي انت هتقابلها عشان ما تتصدمش، لان انت ممكن تروح اول محاضره في الكليه تلاقي بيقول لك انتروداكشن اند مايكرو تكنيك، تقول ايه ده؟ زهره فين؟ هتقول زهره. هو مش كان بيقول سيتولوجي؟ فاهم؟ فانت تبقى عارف ان احنا هنقوله بس متاجل شويه. فهمت كده؟ والحاجه الثانيه ان الدخله مختلفه علشانك انت تفهم كويس. طيب عندنا فكره او حاجه اسمها مايند ماب. مايند ماب يعني ايه يا اولاد؟ ها؟ ركز بقى عشان اللي جاي هو المفيد بقى. خريطه ذهنيه ان احنا عايزين نفهم الشابتر ده هندرس ايه جواه. الخليه فيها كام حاجه يا اولاد؟ فيها حاجتين. اهو دي خليه فيها جزئين كبار، الجزء ده كده اسمه ايه؟ سيتوبلازم، والحته اللي في النص دي اسمها نيوكليوس. نيوكليوس اللي هي النواه. يبقى اذا الخليه فيها ايه؟ جزئين. في حاجه اسمها ايه؟ ها؟ لا ركز بقى، اتكلم معايا عشان نفسيتي بتتعب لما انت ما تتكلمش. الخليه فيها ايه؟ حاجتين، سيتوبلازم ونيوكليوس. يبقى اذا الخليه فيها جزئين. اول حاجه ركز معايا ما تقلقش، انا بشرح وبعد ما بشرح لازم عشان تتعود على النظام. الحصه بتمشي كالاتي: اللي بشرحه بخلصه بقراه من الورق، فحاليا ركز معايا بس. يبقى الخليه فيها حاجتين، اول حاجه اسمها سيتوبلازم، وفي جزء تاني اسمه ايه؟ نيوكليوس النواه. ان شاء الله واحنا بندرس سيتوبلازم هتعرف او هتكتشف ان هو جواه 4 حاجات. يبقى السيتوبلازم جواه كام حاجه؟ 4. والنيوكليوس هي كمان ايه؟ جواها 4 حاجات. اي تقسيمه على مستوى المنهج بالكامل او اي مايند ماب لما تلاقي رقم هتلاقيني عامل لك الرقم الثاني زيه بالظبط. يعني 4 يبقى قصادها ايه؟ 4 3 3 2 2. اشمعنى؟ عشان سهوله الحفظ، عشان المعلومات تبقى مترتبه معاك كويس. ايه محتويات السيتوبلازم يا اولاد؟ يعني السيتوبلازم ده فيه ايه؟ فيه 4 حاجات. اول حاجه في حاجه اسمها سيتوزول، تقلقش هفهمك يعني ايه. وبعدين في حاجه اسمها اورجانيلز، اوعى تنام مني. وبعدين في حاجه اسمها انكلوجنز. وبعدين في حاجه اسمها سايتو سكيلتون. طبعا انت اول ما سمعت ال4 حاجات قلت يا نهار اسود ايه الماده الزباله دي؟ لا ما تقلقش، الموضوع لطيف خالص. السيتوبلازم يا ولاد فيه كام حاجه؟ طب انا هسال كده ما اشوفوا صاحيين ولا نايمين. هي الخليه فيها كام حاجه؟ 2. اوعى تقول 4. فاهم؟ الخليه فيها ايه؟ 2 اللي هم ايه؟ سيتوبلازم السيتوبلازم نفسه هو اللي فيه 4. اول حاجه من ال4 حاجه اسمها ايه؟ السيتوزول. هو السائل اللي موجود جوه الخليه. واحد يقول لي نعم، ما السائل اللي جوه الخليه كلنا عارفين ان هو اسمه ايه؟ لا، السائل اللي جوه الخليه اسمه ايه؟ سيتوزول. طب ايه الفرق بين الكلمتين دول يا اولاد؟ السائل اللي موجود جوه الخليه هو ده فعلا اللي اسمه ايه؟ اما السائل بجميع محتوياته بقى، بالعضيات، بالميتوكوندريا، بالريبوزوم، كله على بعضه اسمه ايه؟ انما السائل لوحده بس. يعني هقول لك على حاجه، تخيل ان احنا جوه خليه، واتعود على الموضوع ده عشان احنا دايما في المنهج نقول تخيل ان احنا جوه الحاجه اللي بندرسها، لدرجه ان احنا مره هنقول تخيل ان انت جوه المثانه البوليه. طبعا يعني مثال سيء جدا، بس هنعمل ايه عشان نفهم بس. المهم يا اخوانا تخيل ان احنا جوه ايه؟ جوه خليه. خلاص احنا عضيات، واحد ميتوكوندري على ريبوزوم على مش عارف ايه، وفي سائل ايه في النص. السائل ده اسمه ايه؟ طب السائل بقى بينا كلنا على بعضنا سيتوبلازم. فهمت الفرق ولا ايه؟ يعني مين فيهم اكبر او اشمل؟ السيتوبلازم. السيتوبلازم هو عباره عن السائل وايه؟ ومحتوياته كلها بالكامل. انما السيتوزول هو ايه؟ طب السائل اللي في الخليه ده يعني فيه ايه من جوه؟ يعني الخليه مليانه، السائل ده فيه ايه؟ اول حاجه طبعا السائل ده بيحتوي كميه من الايه؟ ها؟ ووتر، وفي شويه ليبيد. عارف ليبيد يعني ايه؟ دهون، وبروتينز، وكربوهيدراتس اللي هي الايه؟ السكريات يعني. فهمت كده؟ ومينرالز. عارف يعني ايه مينرالز؟ معادن. طبعا انت عارف ان السائل اللي في الخليه ده بيبقى مليان شويه كالسيوم على مغنيسيوم، معادن او ايونز. ايه فكرتها؟ انها بتسرع التفاعلات الكيميائيه. مش انت عارف من زمان ان اي تفاعل كيميائي عشان تخليه ايه؟ او تعمل له كاتاليسيس او تخليه يتحفز لازم تحط شويه مينرالز زي الكالسيوم والحاجات دي. فاذا السائل اللي جوه الخليه بيبقى مليان ايه؟ مينرالز، معادن وايونز. دي ايه فايدتها؟ برافو عليكم، محدش مركز معايا. ها تسريع الايه؟ التفاعلات الايه؟ الكيميائيه. خلاص كده؟ وبرضه بتلاقي اكسجين، صح ولا ايه؟ وثاني اكسيد الكربون، وميتابولايتس. عارف يعني ايه ميتابولايتس؟ يعني نواتج الايض الغذائي، يعني المخلفات طالعه من الخليه. كل دي حاجات ماشيه في الايه؟ يعني تقدر تقول ان السائل ده فيه جميع ما خلق ربنا. اسال سؤال، هو احنا فين؟ غير ان احنا في السنتر. مش حلوه ولا ايه؟ خلاص احنا فين؟ في الخليه، صح كده؟ الخليه فيها كام حاجه؟
ولا 4 ولا ايه 2؟ ايه هما الاثنين؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. احنا في مين؟ في كام حاجه؟ اول حاجه اسمها ايه؟ سيتوزول. دي عباره عن ايه؟ وتفرق في حاجه عن السيتوبلازم؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ان السيتوزول ده هو ايه؟ الفلويد بس، السائل بس، انما السيتوبلازم هو السائل وايه؟ ومحتوياته بالكامل. طب هو السائل الخلوي ده جواه ايه من جوه؟ ووتر وليبيد وبروتينز كربوهيدراتس ومينرالز وايونز بتعمل ايه؟ تسريع للتفاعلات الكيميائيه. ايه رايك؟ الكلام لذيذ جدا. تعال على الحاجه رقم 2 و3. بص الاثنين دول يا اولاد عكس بعض تماما. حاجه اسمها اورجانيلز. اورجانيلز دي بالعربي اللي هي اسمها ايه؟ عضيات الخليه. وانكلوجن يعني ايه؟ الزوائد او المخزنات اللي موجوده جوه الخليه. واحد يقول لي ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، مش الخليه دي يا اولاد بتاكل تشرب وبتصنع بروتين وبتصنع طاقه؟ مين اللي بيقوم بالوظائف الحيويه الاساسيه في الخليه؟ حاجه اسمها ايه؟ اورجانيلز. يبقى ايه فايده العضيات للخليه؟ ان هي اللي بتقوم لها بالايه؟ بالوظائف الحيويه اللي بتتم داخل الخليه. يبقى مين المسؤول الرئيسي عن حياه الخليه؟ الاورجانيلز. والاورجانيلز دي لو باظت انت هيحصل لك امراض. ما هو العضيات دي زي مثلا الميتوكوندريا، عارفها ولا ايه؟ مركزين يلا ولا نايمين؟ الميتوكوندريا دي مسؤوله عن انتاج الايه؟ الطاقه. افرض باظت مفيش طاقه، فيبدا يتاثر الحاجات اللي في جسمنا محتاجه طاقه كتير زي العضلات مثلا، فيبدا الشخص يحصل له ضعف في الايه؟ في العضلات. فاهم حاجه؟ انت بتفهم كده. يبقى مين الحاجات الاساسيه الضروريه اللازمه لحياه الخليه؟ الاورجانيلز هي الحاجات الاساسيه اللي بيقوم عليها حياه الخليه، واذا حصل فيها خلل بيحصل لك انت مرض. فهمت كده؟ عكسها تماما حاجه اسمها انكلوجن. انكلوجن يعني زوائد او حاجات مش اساسيه قوي في الخليه. واحد يقول لي مش اساسيه قوي ازاي يعني؟ زي مثلا الدهون. واحد زي حالتي كده بياكل كويس، بلاش نقول بياكل كتير عشان عيب. خلاص؟ دلوقتي لما تيجي انت تاكل اكل اكتر من المطلوب، ما تضحكش عشان عيب. خلاص يا عم اضحك، انا بهزر معاك. بص، لما انت تاكل اكل زياده يا اولاد اكتر من المطلوب، الاكل ده بيروح فين؟ بيتوزع او بيتخزن جوه الايه؟ الخلايا. فانت خلاياك بقى حجمها ايه؟ بتزيد بقى، فبيبقى الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تمام؟ يبقى اذا يا اولاد لما بيكون عندك حاجه زياده، ركز معايا عشان تفهم بس. لما بيكون في حاجه زياده مثلا زي الاكل الزياده ده، بيدخل بيبدا يتوزع على الايه؟ فانت حضرتك لو دخلت جوه خليه من خلاياي انا شخصيا، تلاقي مثلا كاننا جوه الخليه بتاعتي. شفت؟ كل شويه هنعمل كده. دلوقتي سعادتك الخليه دي هتلاقي فيها عضيات ومش عارف ايه وهتلاقي فيه كتله ايه؟ دهون. الدهون دي مركونه على جنب كده، بتعمل حاجه في الخليه ولا ملهاش لازمه؟ ده هي اضافيه عن احتياج الايه؟ هو انا ممكن احتاجها في يوم من الايام. يعني مثلا انا صايم، ركز معايا، واحد صايم طبعا الاكل، ولو اننا بنقعد ناكل في السحور اكل يقضيك 3 ايام، بس الطبيعي الانسان الطبيعي لما بيتسحر مثلا الفجر المفروض ان على الظهر كده بيكون كل حاجه خلصت بزياده، يعني ما عادش في اكل في جسمه نهائي. طب انت بتتحرك ازاي؟ بتلاقي بقى العضلات بتبدا تسحب من الايه؟ من الدهون وتجيب منها غذاء. فعشان كده تيجي على المغرب تلاقي نفسك مش قادر تتحرك، تقول يا جماعه شيلوني، حد يشيلني يحطني على السفره عشان افطر. فاهم حاجه؟ يبقى اذا انا ممكن احيانا احتاج لايه؟ بس في الطبيعي انها مش مستهلكه قوي، وبتبقى ايه؟ مركونه على جنب. يبقى مين اللي نشط وشغال دايما باستمرار وعمال يصنع كل حاجه جوه الخليه؟ الاورجانيلز. لكن مين اضافي وملوش لازمه قوي او مش محتاجينه دلوقتي او زياده عننا؟ الايه؟ الانكلوجن. فهمت؟ طيب مين فيهم بيبقى دايما لازم يبقى موجود جوه الخليه؟ الاورجانيلز. لكن انكلوجن ممكن تبقى موجوده، ممكن تبقى كتير، ممكن تبقى قليله، ممكن تبقى مش موجوده، على حسب. ما هو الشخص مثلا اللي بياكل كتير عنده دهون ايه؟ كتير. بطل اكل، الدهون ايه؟ فالانكلوجنز ايه؟ فهمت حاجه ولا ايه؟ لما ياكل تاني، فمين اللي عمال يزيد ويقل يزيد ويقل؟ لكن مين ثابت؟ الاورجانيلز. برضو من الحاجات اللي عايزك الفت انتباهك ليها، ركز عشان انا بقول لك انت بتسمع حالا الحاجه المظبوطه. الخلايا اللي في جسمنا زي بعضها ولا مختلفه؟ مختلفه في ايه؟ في عدد الاورجانيلز على حسب وظيفه الخليه. تاني، مثلا عضلات، خلايا العضلات بتلاقي نسبه عاليه جدا من الميتو ايه؟ كوندريا. اشمعنى؟ عشان هي مسؤوله عن ايه؟ الطاقه، فالعضله تعرف ايه؟ تتحرك. خلايا تانية تلاقي الميتوكوندريا ايه؟ في خلايا تلاقي الريبوزوم ايه؟ عالي. في خلايا، فاهم حاجه؟ يعني اي خليه لازم تلاقي فيها جميع العضيات بس مع اختلاف النسب. محدش فاهم حاجه؟ صباح الفل. خلايا جسمنا زي بعضها ولا مختلفين؟ مختلفين في ايه؟ في نسب الاورجانيلز اللي جوه.
وبالتالي مختلفين في تاثير الامراض. يعني مثلا لما بقول لك الميتوكوندريا تبوظ، ايه اكتر عضو هيتاثر؟ العضلات، اللي هو فيه ميتوكوندريا ايه كتير. فهمت حاجه؟ وهكذا. انت لازم دماغك تبقى مصحصحه عشان تبقى عارف ازاي، عشان انت تطلع دكتور شاطر. المنهج بقى مضغوط، الكليه بقت 5 سنين. فاهم حاجه؟ انت واخد بالك؟ فانت فاكر ان المناهج اتحذفت؟ يعني كانت 6 بقت 5 كده؟ لا خالص، نفس المنهج بس ايه؟ مضغوط. فانت لازم تبقى مصحصح ومستوعب عشان تطلع دكتور شاطر. خلاص كده؟ عشان كده هتلاقيني كاتب لك ايه، او في الكتاب كاتب لك ايه، ان الاورجانيلز دي بتبقى حاجه اسينشال. عارف يعني ايه؟ يعني حاجه اساسيه في الخليه. وفيتال يعني حيويه، واكتف يعني فيها ايه؟ نشاط، وبتستهلك طاقه وعماله تشتغل دايما. خلاص؟ وبيرمننت. عارف يعني ايه بيرمننت؟ يعني دائمه. يعني لازم تلاقي باستمرار العضويات. ما تقلقش، انا هقرا لك الورق، انا عارف انا بقول لك ايه. خليك معايا، انا هترجم لك كل حرف، بس يعني اعرف ان انت فهمت الاول. يبقى العضويات دي يا اولاد حاجات ايه؟ اساسيه وحيويه ونشطه ودايما ايه؟ موجوده. لكن عكسها تماما مين؟ الانكلوجن. الانكلوجن دي اسينشال ولا نون اسينشال؟ نون اسينشال. فايتال ولا ايه؟ نون ايه؟ فايتال. طب اكتف؟ لا انرت. عارف يعني ايه كلمه انرت؟ يعني خامل، يعني فيها خمول كده او مش شغاله. ما انا قلت لك انها بتبقى ايه؟ مركونه على جنب كده، مش احسن حاجه. فهمت كده يا اولاد؟ ودي بيرمننت، انما دي تمبرري. عارف يعني ايه تمبرري؟ يعني بتبقى ايه؟ مؤقته. يعني ممكن ايه؟ تزيد شويه، ممكن تقل، ممكن تروح خالص، الله اعلم. فهمت كده؟ هسأل سؤال، او هو عموما دي حاجه او نقطه انا هوضحها في وقت الانكلوجن واحنا بنشرحها. يعني هي الانكلوجن دي ملهاش لازمه خالص خالص، ولا احيانا بنحتاجها زي ما قلت لك؟ احيانا بنحتاجها. وفي انكلوجنز في الجسم مهمه زي الهيموجلوبين. للناس الشاطرين اقول حته، بس الحته دي فهمتها ما فهمتهاش عديها دلوقتي، هنجي لها بعدين. ايه الفرق بين الفرق الحقيقي؟ يعني احنا في فرق ما بين ان انت اول مره تسمع الماده فانا بوضح لك بطريقه، وفي فرق بين اصل العلم. ايه الفرق بين الاورجانيلز والانكلوجن؟ الاورجانيلز هي الحاجات التي توجد في جميع الخلايا، اما الانكلوجن هي الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده او لا. ده التعريف الحقيقي. يعني كرات الدم الحمراء فيها هيموجلوبين، مهم ولا مش مهم؟ ده انت بدونه اساسا ايه؟ تموت الهيموجلوبين. فهمت كده؟ هل هو اورجانيل ولا انكلوجن؟ لا انكلوجن. طب ازاي وهو مهم؟ اصله مش موجود في كل حاجه. حد فهم النقطه اللي انا بقولها دي؟ بس الكلام ده بقى ايه؟ لسه بدري عليه شويه، مش مشكله. على مستوانا دلوقتي واحنا شغالين، احنا عندنا حاجتين في الخليه اللي هم اورجانيلز وانكلوجن عكس بعض. مين فيهم الاساسي او اللي لازم يبقى موجود في جميع الخلايا؟ هو الاورجانيلز. مين فيهم اضافي او مش اهم حاجه؟ الانكلوجن. مركزين ولا نايمين ولا ايه؟ صباح الفل يا ريس. معاه؟ حصل خير ان شاء الله. اخر حاجه فين؟ في السيتوبلازم. برافو عليكم، في ناس شاطرين على فكره اهو. حاجه اسمها ايه؟ دي كلمه كبيره هنقسمها. سايتو يعني خليه، سكيلتون يعني هيكل. فكلمه سايتو سكيلتون بالعربي يعني ايه؟ هيكل الخليه. يعني ايه هيكل الخليه؟ خلي بالك ان الخلايا في جسمنا مش كلها زي بعضها. يعني في خلايا مثلا في جسمنا، ما حدش يسرح مني بس لو سمحت. انت اللي ورا سامعني؟ طيب. هل الخلايا في جسمنا كلها شكل بعض؟ لا 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 خالص. في خلايا شكلها مثلا مربع، وفي خلايا شكلها دائري، وفي خلايا شكلها تراينجلر او يعني مثلث. طب ماشي، ايه اللي بيخلي الخليه شكلها ثابت؟ ان فيها هيكل زي الهيكل اللي بيدعمك. ازاي يعني؟ يعني انت لما تدخل جوه الخليه، تخيل ان احنا في خليه. احنا مين؟ العضيات. اوعى تنسى ليه؟ عشان احنا حاجه اساسيه في حياه ولا ايه يا ابني انت؟ خلاص. فاحنا خليه وحضرتك العضيات. امال ايه الاعمده دي؟ شايف العمودين اللي موجودين في القاعه دول؟ ده السيتوسكيلتون. ده هيكل الخليه. ان الخليه فيها حاجه ايه؟ بتسندها. مين اللي بيسند الخليه؟ حاجه اسمها ايه؟ سيتوسكيلتون. فهمتوا حاجه يا اولاد؟ يبقى اذا جوه الخليه بتلاقي فيه دعامه. الدعامه اللي موجوده جوه الخليه اسمها ايه؟ سيتوسكيلتون. يبقى السيتوسكيلتون هو عباره عن ايه؟ هيكل الخليه او الدعامه اللي موجوده جوه الخليه اللي بتحافظ على شكلها. يعني لو دي خليه بتلاقي جواها زي ايه؟ اعمده كده من كل الجوانب كده وشويه خيوط. ايه فايدتهم؟ ثبتوا ايه؟ شكل الخليه، وبيساعدوا على حركتها احيانا اذا كانت خليه بتتحرك. وفي خلايا في جسمنا بتتحرك من مكانها؟ طبعا. كرات الدم البيضاء، عارفها ولا ايه؟ لما بيكون في حته فيها عدوى، كرات الدم البيضاء بايه؟ بتروح لها عشان تجري وراها. فمين اللي بيساعدها على الحركه؟ هو اللي بيزقها كده عشان ايه؟
تمشي وتتحرك. فهمت حاجه؟ فاذا من فوائد السيتوسكيلتون خلي بالك انا بديك هنت عن كل حاجه بس، لكن احنا بعد كده كل الكلام ده هندرسه بالتفصيل. متابعين الوقت؟ طيب بص يا سيدي، تعال نراجع تاني الكلمتين اللي احنا بنقولهم. معلش احنا بنشرح ايه؟ السل. الخليه فيها كام حاجه؟ 4 2. ايوه كده برافو عليك. ايه هم الاثنين؟ ها، سيتوبلازم ونيوكليوس. السيتوبلازم فيه كام حاجه؟ تعرف تقولهم بقى دلوقتي وانت فاهمهم؟ الحمد لله، كنت من شويه يعني مقلق، انما دلوقتي انت ايه استاذ. ايه هم الاربع حاجات اللي في السيتوبلازم؟ سيتوزول، اورجانيلز، وانكلوجن، وسيتوسكيلتون. يعني ايه سيتوزول؟ السائل الخلوي ده فيه ايه؟ فاول حاجه في السيتوبلازم يا اولاد اللي هو مين؟ ها، سيتوزول. وبعدين ايه؟ اورجانيلز، انكلوجن، سيتوسكيلتون. طب ممكن اسالك وانت تجاوبني عشان ما يبقاش بس انت بتسمع من على البورد وشايفها ما احسش ان انا يعني قلقان؟ يلا بينا. هو مين فيهم حاجه يعني مش اساسيه قوي؟ الانكلوجن. طب ايه اللي بيسند الخليه بيحافظ على شكلها؟ طب السوائل اللي ماشيه جوه الخليه اسمها ايه؟ سيتوزول. امال مين اللي اهم حاجه جوه الخليه؟ عظم ناس، يعني حاجه في منتهى الجمال. خلاص يا اولاد، ايه اللي احنا استفدناه دلوقتي او ليه الدخله عامله كده؟ علشان تعرف ايه اجزاء الخليه اللي احنا هندرسها. الشابتر ده اول حاجه المفروض ندرس جزئيه السيتوبلازم، وبعدين نروح على مين؟ احنا بدانا بمين حضرتك عرفت؟ اول حاجه خلصناها خلاص. يعني انت السيتوزول مش مقرر عليك اكتر من الكلمتين دول. هنبدا ندخل على مين؟ هتاخد معانا 4 محاضرات او 5. فاهم حاجه؟ يعني الكورس بتاع الحصه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه كل ده هنشرح في الايه؟ اورجانيلز. بعدها هناخد محاضره فيها انكلوجن وايه؟ سيتوسكيلتون. ادي يبقى كده 6 محاضرات. بعدين هناخد محاضره فيها الايه؟ النيوكليوس، ومراجعه على الامراض والحاجات دي. على فكره من الحاجات الكويسه ان في اول السنه برضو في حاجه في حاجه بتبقى في اول السنه بنعملها على طول. ان طبعا الطلبه بييجوا مش كلهم انتوا مثلا اتحركتوا ونزلتوا قبل الكليه اصلا. في ناس لسه ما جاتش، يعني هيجي في اول اسبوع، في ناس جايه من بره، في ناس. فانا بعمل حاجه حلوه قوي ان احنا بنكمل في حصصنا عادي، بس في نهايه الاسبوع بعمل حصه مجمعه فيها حصص الاسبوع كله. حد فاهم حاجه؟ يعني مثلا عملنا الاسبوع ده حصه 8 الثالثه، يوم الجمعه ال3 حصص. وانت بقى في ناس بيبقى عايز ال3 على بعض فيقعد يحضر وياخد بريك في النص ويكمل. في ناس بس ناقصه ايه؟ حصه فيحضرها. في واحد الدنيا تمام معاه بس في حته. في واحد مش جاي خالص ويسمع في الاونلاين برضه عادي. يعني كل حاجه هتنجح يا ابني، انت هتنجح، مش هتعرف تسقط. فهمت؟ اضحك يا عم شويه، الدنيا مش مستاهله والله. ايوه كده. فاحنا شغالين في ايه يا اولاد؟ في حاجه اسمها اورجانيلز او العضيات، هي دي اللي هتطول معانا. الاورجانيلز في منها 2 تايبس، يعني العضيات في منها نوعين. في عضيات اسمها ممبرينس وعضيات اسمها ايه؟ نون ممبرينس. يبقى العضيات في منها ايه؟ حاجه اسمها ممبرينس وحاجه اسمها ايه؟ نون ممبرينس. يعني ايه ممبرينس ونون ممبرينس؟ ممبرينس يعني عضيات عليها غلاف او غشاء. فهمت يعني ايه ممبرينس؟ ونون ممبرينس يعني عضيات بدون ايه؟ بدون غشاء. يعني احنا العضيات اهو صح؟ في مثلا الراجل ده ميتوكوندري، حاجه حلوه على فكره، المفروض ما يزعلش مني، ده بتاع الطاقه، يعني حاجه جميله جدا. الراجل ده بتلاقي الميتوكوندريا موجوده جوه الخليه وعليها ايه؟ غشاء. اسالك سؤال، طب هو ليه ربنا ما عملش كله عليه غشاء وخلاص؟ او كله مش عليه غشاء وخلاص؟ ها؟ والله هي اسباب كتير جدا. الراجل ده بيتكلم في كلام محترم برضو، بس انا عايز اقول لك على حاجه. السبب الرئيسي ان الحاجات اللي عليها غشاء بيبقى جواها انزيمات ممكن تكسر بقيه الخليه. حد فاهم حاجه؟ يعني دلوقتي مثلا الميتوكوندريا دي عليها ايه؟ عارف ده دليل على ايه؟ ان جواها انزيمات كتير لو اتفتحت هتبوظ الايه؟ الخليه. فاحنا ايه؟ مغطينها. فاهم حاجه ولا ايه؟ عشان كده في كتاب الكليه ان شاء الله لما ينزل هتلاقي كاتب لك ايه كده بالظبط، بس الكلام ده انت لو بتقراه لوحدك مش تاخد بالك. يقول لك ايه؟ ان الممبرينس اورجانيلز كونتين انزيمز، اللي هم اللي عليهم ايه؟ غشاء بيبقى جواهم ايه؟ واللي ما عليهمش التانيين اللي هم النون ميونس بيبقى ما فيهمش ايه؟ انزيمز بتكسر حاجه. فهمت كده ولا ايه؟ يبقى العضيات في منها كام نوع يا اخوانا؟ 2. يا اما ايه؟ ها، ممبرينس يعني عضيه ايه؟ مغطاه مغلفه عليها غلاف، ودي بتبقى فيها ايه من جوه؟ انزيمز. وفي عضيات ثانيه اسمها ايه؟ نون ممبرينس اللي هي بتبقى بدون غشاء او بدون غلاف. فهمت كده؟ وما بيبقاش فيها انزيمز. ممكن نبص كده معلش على المايند ماب عندنا الاول صفحه. طبعا في الاول هتلاقيني كاتب لك الخليه السل. معلش يعني الناس يستحملونا شويه في الاول يا اولاد. انا عارف ان في ناس منكم كان اي جي او بتاع او مدارس يعني عنده بالنسبه له اللغه والكلام اللي انا بقوله ده سهل، انا عارف كده.
بس احنا في اول فتره في الكليه لازم نراعي كل الناس، فبنترجم ونظبط لحد ما كل الناس توصل لنفس الايه الليفل. بعد كده بنمشي بقى بطريقه تبقى مرضيه ان شاء الله. ماشي. بصوا يا اولاد، السيل اللي هي الايه الخليه، شوف انا كاتب لك ايه جنبها انها ايه بيزك ستراكشرال اند فانكشنال يونت. عارف يعني ايه؟ الوحده البنائيه او الاساسيه والوظيفيه لجسم الانسان. اكتب كده للناس اللي مش عارف الترجمه. ها يعني ايه بيزك ستراكشرال اند فانكشنال يونت؟ يعني ايه؟ ها الوحده البنائيه والوظيفيه لجسم الانسان. بالمناسبه برضو حاجات انا كل ما بفتكر حاجه ميزه تساعدك بقولها لك. على فكره النظام اللي انا قلته لك بتاع الكورس بتاعنا ده كل سنه فيه تطوير او فيه اضافه. يعني احنا السنه اللي فاتت اصلا انا ما كنتش متفق معاهم على حاجه اسمها لاست مينت ريفيجن، بس حسيت انها من مصلحه الطالب فايه زودناها. احنا برضو السنه دي لو في اي حاجه جديده او انت حسيت ان انت في حاجه او في حاجه ممكن نعملها تخدمك بنزودها وهكذا. طيب هو البيزك ستراكشرال اند فانكشنال ايه؟ ها يونت اوف ليفنج بادي، يعني الوحده البنائيه والوظيفيه للانسجه الحيه. يعني الخليه فيها كام حاجه؟ ايه؟ سيتوبلازم ونيوكليس. السيتوبلازم فيه كام حاجه؟ اول حاجه فلويد كونتين ايه؟ ها ليبيد يعني ايه؟ دهون. ها بروتين يعني بروتين. سي اتش او دي اللي هي اختصار الكربوهيدرات، كربوهيدرات يعني. فهمت كده؟ دي دايما لما تاخد بايو كيمستري بقى كده مع الدكتور عباس ان شاء الله هيفهمك القصه دي كلها. المينرالز اللي هي الايه؟ ها المعادن. ايونز نفس الكلام اللي هو زي المعادن يعني. ووتر ميه، واكسجين، وايه؟ ها وثاني اكسيد الكربون، وشويه املاح، وشويه ميتابولايت. لو انت تفتكر الميتابولايت دي زي ما قلت لك كده اللي هي نواتج الهضم والكلام ده. الاورجانيلز والانكلوجن. الاورجانيلز مالها؟ ها ليفنج، ها بيرمننت. اسينشال يعني ايه؟ ضروريه. ها بيرمننت يعني دائمه. اللي عطلان في حاجه يقول لي، لو انت عايز ترجمه اي حاجه قول لي. ليفنج يعني حيه ودائمه، واسينشال يعني اساسيه، ها واكتف يعني فيها نشاط، و فيتال فانكشن يعني بتقوم بوظيفه اساسيه في الخليه. عكسها بقى مين؟ بتبقى ايه؟ نون ليفنج، تمبرري يعني مؤقته عشان اللي مش عارف. نوت اسينشال يعني مش اساسيه قوي. انرت يعني ايه؟ خامله. وريزلت فروم سيل اكتيفيتي يعني غالبا بتبقى هي اصلا نواتج من الخليه. يعني خليه مثلا بتصنع حاجه صنعت زياده فايه تركنها. يعني ممكن الانكلوجن يكون ناتج اصلا من التصنيع اللي بيحصل جوه الخليه. طب العضيات بقى في منها ايه؟ نوعين اللي هم ايه؟ ممبرينس. طبعا بالمناسبه قبل ما ننسى معلش، السيتوسكيلتون خلاص اللي هو عباره عن ايه؟ بيعمل ايه؟ هيكل الخليه، بيعمل سبورت وبيحافظ على الشيب وبيساعد على الترانسبورت. خلاص. العضيات يا اولاد في منها ايه؟ نوعين اللي هم ايه؟ ممبرينس. شوف انا كاتب لك ايه عند الممبرينس مالها؟ كونتين ايه؟ انزيمز، فيها انزيمات. انما الثانيه ما فيهاش. فهمت ايه فايده الغلاف؟ ايوه شاطر. طب ايه الحاجات الممبرينس والنون ممبرينس ما تحفظهمش؟ ليه؟ لان الدروس دي اصلا هي الدروس اللي عندنا، فاحنا بالتدريج هناخدهم واحده واحده، فانت ما تتعبش نفسك وتقعد تحفظ وتقول يلا تعالى اما احفظ مين هم ممبرينس. ده مجهود في الفاضي. تعالى نقراهم بس. مين هم اللي عليهم غلاف جوه الخليه؟ اول حاجه السيل ممبرين. واحد يقول لي سيل ممبرين ايه الغباوه دي؟ غشاء الخليه عليه غلاف؟ ايه الكلام ده؟ يعني عارف الخليه نفسها ده مين؟ ده السيل ممبرين. السيل ممبرين اللي هو ايه؟ غشاء الخليه. عليه كده حاجه اسمها سيل كوت فوقيه، فهو يعتبر ايه؟ ممبرينس. فاهم حاجه؟ يعني يعتبر عليه هو كمان ايه؟ كفر. يبقى اذا غشاء الخليه ده تبع الحاجات اللي هي ايه؟ ممبرينس. وبعدين اصل عيب علينا قوي هو اسمه سيل ايه؟ ممبرين ونحطه مع النون ممبرينس. يا اخي عيب يا اخي. يبقى هو تبع الايه؟ الممبرينس. ميتوكوندريا عارفينها؟ اندوبلازميك ريتيكولم الشبكه الاندوبلازميه هندرسها ما تخافش، ولا اي حاجه من دول تيجي في دماغك. جولجي اباريتس جهاز جولجي ده حاجه موجوده برده جوه الخليه وعليها ايه؟ غشاء. برافو عليكم. انا يعني يهمني انت تبقى فاهم. لايزوزوم برده دي حاجه، دي اخطر حاجه جوه الخليه. دي لازم يبقى عليها غشاء، والغشاء بتاعها بالذات قوي جدا. على فكره ملحوظه مهمه قوي، اي غشاء اسمع شوف اللي انا هقوله ده افهم عشان انا بخليك انت اللي بتحط الامتحان. يلا انت هتدخل الامتحان كده بص الامتحان ده الله العظيم ايه ده؟ ده امتحان يا جدعان. تنادي على هتقول لي رئيس الاسم، ما انت خلاص بقى بقيت حد قوي تقول له ايه الاسئله دي؟ فاهم؟ بص يا سيدي، بص هو انتوا يا ولاد وانا دمي تقيل ولا انتوا اللي ما بتضحكوش ولا هو في ايه؟ والله بجد حاجه مقرفه جدا يعني. اضحك يا ولد.
انتوا لسه ده انتوا شفتوش حاجه، اصبر بس عليها شويه، حصتين ثلاثه كده هتلاقي الدنيا بقت يعني صعبه خالص. ما علينا، نسيت. الدكتور اللي عنده زهايمر ده. بص كده، اي غشاء جوه الخليه the same structure of cell membrane. يعني بص مثلا دي خليه فيها ميتوكوندريا، الميتوكوندريا عليها ايه؟ تركيبه عامل ازاي؟ زي غشاء الخليه اللي بره تماما الا اللايزوزوم. عارف اللايزوم اللي احنا لانه خطر جدا فالغشاء بتاعه يعني ايه؟ مميز شويه يعني. فهمت حاجه؟ اي غشاء، ها فاهمين؟ فهمت ولا ايه؟ اي غشاء جوه الايه؟ الخليه له نفس تركيب غشاء الخليه، بس اللايزوزوم بالذات الغشاء بتاعه يعني مميز سنه عشان هو خطر جدا، مليان جواه حاجات خطر على الخليه. لو ايه؟ لو اتفتح هيبوظ الخليه خالص. انا حاسس ان انتوا شاطرين جدا، اتكلم بجد والله. في حاجه اسمها بيروكسيزوم كمان، دي تبع الحاجات الممبرينس. النون ممبرينس بقى زي مين؟ ها، الريبوزوم والسيتوسكيلتون. واحد يقول لي سيتوسكيلتون هو من العضيات؟ هو من العضيات، بس انا بفصله لوحده لاهميته. والدرس ده اللي هو السيتوسكيلتون لما نيجي دي اصعب محاضره في الشابتر اللي هو السيتوسكيلتون، بس انت لما تحضرها ان شاء الله معانا هتظبط معاك الكلام. يبقى السيتوسكيلتون ده يعتبر ممبرينس ولا نون؟ تبع الايه؟ يعني الانابيب اللي جوه الخليه. اسالك سؤال، شفت بقى عشان تبقى فاهم، الانابيب اللي جوه عليها غشاء ولا لا؟ واحد يقول لي ازاي انبوبه ما عليهاش غشاء؟ اقول له على حاجه، بص شايف القلم ده؟ انبوبه صح؟ ايه رايك بدون ايه؟ غشاء. فهمت كده؟ يبقى الانابيب اللي في الخليه عليها غشاء ولا ما عليهاش؟ ما عليهاش. يبقى السيتوسكيلتون يعتبر ممبرينس ولا نون ممبرينس؟ نون ممبرينس. مش عايزك تشغل بالك خالص مين هم ممبرينس مين هم نون ممبرينس، لان كل واحد فيهم هندرسه على حده. بقيه المايند ماب انا مش عايزها النهارده، يعني بقيه الجدول اللي عندك ده مش هنرجع له بعدين. ايه اللي بالصفحه؟ زهقتوا مني ولا ايه؟ ولا انت ماشي. هندرس حاجه اسمها جنرال سكيم اوف ذا اورجانيلز. برضو دي حاجه من الاضافات اللي انا بعملها عشان تفهم. احنا خلاص كل الناس اللي قدامي دلوقتي ركزوا يا ولاد، فكره فيما بعد ان شاء الله. انت بس عشان لسه جديد فالموضوع بالنسبه لك ان كل حاجه جديده، لكن لما تاخد خبره والله العظيم يعني فعلا بعد 3 4 محاضرات في كل ماده هتحس ان انت الحاجات بالنسبه لك بتفهمها بسهوله جدا، بس تتاسس. يعني مشكلتك بس في الطلعه بتاعتك. فهمت؟ احنا دلوقتي كلنا يا اولاد عارفين ان احنا بندرس الخليه، واهم ما فيها هو الايه؟ العضيات. وان احنا قدامنا 4 محاضرات كمان هنتكلم عن مين بس؟ العضيات. العضيات بقى كلها لما نيجي ندرسها هنمشي بنفس النسق او بنفس السكيما، ان اي حاجه من العضيات لما نيجي نتكلم عليها لازم نتكلم على 5 حاجات. اول حاجه ديفينيشن، شايف ولا ايه؟ ديفينيشن يعني نعمل ايه؟ يعني هسالك سؤال، هندرس مثلا المحاضره اللي جايه سيل ممبرين، هنعمل ايه للسيل ممبرين؟ اول حاجه ديفينيشن، تعريف. مركز معايا؟ الحاجه الثانيه لايت مايكروسكوبيك بيكتشر، يعني هنشوف صورته تحت الايه؟ الميكروسكوب الضوئي. عارفين حاجه اسمها لايت مايكروسكوب؟ احنا عندنا في الهيستولوجي في ميكروسكوبين مشهورين بندرس بيهم الحاجات. انا الحاجات اللي انا متاكد ان انت سامعها ما تركزش عليها عشان ايه؟ نخلص. بص، في كام نوع من الميكروسكوبات في الهيستولوجي؟ 2. لايت ميكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي اللي انت هتشوفه في المعمل واللي احنا هنجيبه لك هنا في السنتر تتدرب عليه واظبط لك الدنيا، اللي هو الميكروسكوب عارفين اللي هو ايه؟ اللي هو العادي ده اسمه ايه؟ لايت مايكروسكوب. في بقى حاجه اسمها الكترون مايكروسكوب، ده وحده كبيره كده ما بنجيبهاش في حته دي، فاهم؟ الالكترون مايكروسكوب ده برضو احنا بنحط الحاجات تحتيه ونشوفها. فدايما اي حاجه هندرسها هنبص عليها ايه؟ مرتين، مره بالايه؟ باللايت مايكروسكوب ومره بالالكترون مايكروسكوب. وبعدين هنشوف الاستراكشر اللي هو الايه؟ التركيب. وبعدين هنشوف الفانكشن اللي هي الايه؟ الوظائف. يا اخوانا اسالك سؤال، اي حاجه هندرسها هندرس فيها كام حاجه؟ اتكلم انا انت عشان ما اقلبش عليكم. ولا اي حاجه هندرسها هندرس فيها كام عنوان؟ 5. ايه هما؟ ديفينيشن، LM، خلاص بقى هنختصرها بعد كده. LM يعني ايه؟ لايت مايكروسكوبيك بيكتشر، مش سجاير، فاهم؟ انا فاسد انت ولا خلاص؟ LM، ها؟ EM، وبعدين ستراكشر، وبعدين فانكشن. خلاص؟ اي درس هندرس فيه كام عنوان؟ 5. وانا عايز اساعدك شويه، هفهمك شويه عن العناوين دي بحيث ان انت ان شاء الله يعني ايه لما نيجي ندرس ما تبقاش متعطل وتبقى فاهم كتاب الكليه مكتوب ازاي. مش عايز اطول عليكم عشان برضو عندنا
الدكتوره عفت موجوده عشان تكلمكم شويه عن الفسيولوجي. فان شاء الله يعني هخلص بس الحته الصغيره دي وخلاص. ماشي. كان نفسي والله ان انا، لان الدروس الاساسيه اللي فيها فهم عميق برضو لسه ما اشتغلناش فيها، بس معلش يعني احنا كده خدنا برضو الى حد ما فكره كويسه عن الكلام يعني. طيب بصوا يا ولاد، احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا هنتكلم عن ايه؟ سكيما. السكيم يعني الهيكل بتاع كل درس. اي درس بنتكلم عن كام حاجه؟ 5. ها؟ ديفينيشن. ام يعني ايه؟ يعني ايه صوره الحاجه تحت الايه؟ اللايت مايكروسكوب. وبعدين ها؟ يعني صوره الحاجه اللي احنا بندرسها تحت الالكترون مايكروسكوب. وبعدين ها؟ ستراكشر. وبعدين فانكشن. اسمع بقى، لما بنخلص الدرس خالص خالص وتفهمه واحس ان انت بقيت ممتاز، بندرس بقى حاجه اسمها كلينيكال نوتس. عارف يعني ايه كلينيكال نوتس؟ الامراض المتعلقه بهذا الدرس. فاهمين حاجه ولا ايه؟ يعني مثلا درسنا درس مثلا اسمه الشبكه الاندوبلازميه مثلا، فهقول لك في الدرس ان الشبكه الاندوبلازميه دي بتزيل السموم من الجسم مثلا. مركزين ولا ايه؟ عشان اشوف دماغك شغاله ولا لا. يبقى الشبكه الاندوبلازميه جوه الخلايا بتعمل ايه؟ واكتر خلايا في جسم الانسان مثلا فيها الشبكه دي الليفر، كبد يعني. طيب اقول لك ايه؟ طفل صغير اتولد، ركز شوف هتفهم ولا لا، عنده مشاكل في الشبكه الاندوبلازميه. طبعا الاطفال الصغيرين بيبقى اول مره ينزل للحياه فجسمهم مليان سموم، فلازم الشبكه الاندوبلازميه دي ايه؟ تشيل السموم وترميها بره الجسم. حلو كده؟ الواد ده عنده الشبكه دي ايه؟ بايظه. عارف يحصل له ايه؟ جوندس، صفرة. عارف الصفرة؟ عارف العيال الصغيرين لما بيتولد يقول لك ده جاله الصفرة وهنوديه الحضانه اجري. عارف ايه اللي حصل جوه الخلايا بتاعته؟ الشبكه الاندوبلازميه مش مظبوطه. فدايما لما ناخد اي درس في الاخر هنعمل ايه؟ كلينيكال نوتس، يعني الامراض المتعلقه بهذا الدرس. ومن الاسئله اللي انا بحلها برضو ان شاء الله بسجل لك حاجه اسمها كيزس. يعني انا دلوقتي مش في فيديوهات حل انت نسيته طبعا اللي انا قلته في الحياه صباح الفل يا اخوانا. في فيديوهات حل اسئله قبل الامتحان صح كده؟ منها MCQ اختيارات، ماتشنج، توصيل. واحد يقول لي طب استنى الاند اوف موديول ما فيهوش توصيل، اقول له مالكش دعوه. التوصيل بيدربك كويس على الMCQ كمان، يعني كانها اضافه بالنسبه لك ان انت اقوى بتحل كذا نوع. وكيزس. كيزس يعني ايه؟ حالات مرضيه. واد طفل اتولد لقيناه لونه اصفر، ايه رايك؟ كذا. عيل صغير عضلاته باظت، تقول لي انا شاكك في الميتوكوندريا. فاهم حاجه؟ دي برضو بنحلها. ديفينيشن يعني ايه يا ولاد؟ ها؟ علشان تعرف اي عضيه لازم تقول حاجتين. اولا تقول لي هل هي تبع الفئه اللي اسمها ممبرينس ولا نون ممبرينس. يبقى اذا اول جزء في التعريف لازم تقول ايه؟ ها؟ ممبرينس ولا ايه؟ نون ممبرينس. وبعدين تذكر الايه؟ الوظيفه العامه بتاعتها. يعني ايه؟ تيجي نعمل مثال. تعالى نعمل تعريف للميتوكوندريا. اقول لك تعريف الميتوكوندريا اللي موجود في كتاب الكليه بيقول ايه؟ اول حاجه يقول لك انها عباره عن ايه؟ ممبرينس اورجانيل فور، او يقول لك اند كونسيدرد ويز، يعني الفايده ايه بتاعتها؟ انها بتعمل انرجي برودكشن. عارف يعني ايه انتاج الايه؟ كده انا عملت تعريف. لو انت عايز تعمل تعريف لاي حاجه تعمل ايه في التعريف؟ لازم في الاول تقول هي تبع الايه؟ ها؟ ممبرينس ولا نون ممبرينس، وبعدين اكتب الايه؟ الجنرال فانكشن. كده الكتاب ماشي بالنسق ده. انا بقول لك بشرح لك بقول لك الكتاب بيعمل ايه، فانت هتريح دماغك. افرض مثلا جالك حاجه في الامتحان وانت نسيت الديفينيشن بتاعها، عادي، ما انت هتقوم كاتب ايه؟ ما انت فاهم الفكره مش اللي مكتوب. باللايت مايكروسكوب. طب واحد بيقول لك ايه؟ هم الناس بتوع الهيستولوجي دول بيتعبوا نفسهم ليه؟ يعني ليه بيجيب الحاجه يبص عليها ايه؟ مرتين. طب ما يجيب مثلا لو واحد فيهم حلو خلاص، يعني لو في ميكروسكوب احسن من الثاني ما ايه؟ نستخدمه هو وخلاص. قال لك لا، كل واحد في الميكروسكوبين دول عنده ميزات وعيوب. جدع. يعني اللايت مايكروسكوب عنده ميزه بس عنده ايه؟ عيب. وده برضو عنده ايه؟ ميزه وعيب. ايه المميزات اللي في اللايت مايكروسكوب؟ ان الصوره بتاعته بتطلع ايه؟ الوان. طب واحد يقول لي ايه فايده الالوان؟ يعني لا، الالوان بتفرق لك بين الحاجات. يعني تخيل ان انت عندك خليه بتبص عليها فلقيت حاجه لونها ازرق، حاجه لونها احمر، حاجه لونها اخضر، حاجه لونها ايه ده؟ كانك فصلت ايه؟ كل حاجه فتقدر تشوفها كويس. يبقى اذا ايه الميزه في الميكروسكوب اللايت؟ انه بيطلع الصوره ايه؟ طب اسال سؤال، هو انا جسمنا ملون؟ يعني انا مثلا لا، جسم الانسان لو انت خدت منه شريحه تطلع شفافه. مش مصدق ولا ايه؟ بتسمع فيديوهات على اللي عارف انت العيال اللي بيجيبوا ميكروسكوب ويقعد يبص على الحاجات ما بيحطش صبغه صح؟ بتشوف عادي. بس انت ولا الطريقه الصحيحه لاعداد الشرايح من جسم الانسان
طبعا هي معظم الشرايح اللي عندك عشان ما تخافش وتقول احنا جايبين انسان مقطعين ولا ايه بتبقى، واحنا لو نطول نقطع الانسان هنعمل كده، بس يعني هو اللي في المعمل دي حيوانات مشابهه لتركيب الانسان، فاهم حاجه؟ يعني مثلا فار تجارب، ارنب بتاع، وقطعين منه ايه؟ الشريحه اصلا شفافه، فانت بتضيف عليها حاجه اسمها ستين. ستين يعني ايه؟ ثانيه واحده. الميكروسكوب الضوئي ايه الميزه بتاعته؟ طب انا عشان الصوره تطلع الوان انا بضيف على الشريحه حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ستينز، اللي هي الايه؟ الصبغات. لكن العيب اللي فيه ان قوه التكبير بتاعته مش قد كده. حوالي ايه؟ ركز عشان انا مش هسيبك الا لما اسال في المعلومات اللي انا قلتها النهارده وانت ماشي كده، لازم اقول لك قبل ما اطلع، فركز. ها؟ اللايت ميكروسكوب قوه التكبير بتاعته حوالي ايه؟ يعني بيكبر الحاجه من 1000 ل 1500 مره، اقصى حاجه 1500 مره. طبعا دي قوه تكبير مش حلوه، فما بيطلعش تفاصيل كويسه. يعني هقول لك على حاجه، تيجي نشوف رسمه الميتوكوندريا في الميكروسكوب ده وده. بص، الميتوكوندريا في اللايت ميكروسكوب بيطلع شكلها عامل كده. الراجل هناك ده اصلا بذمتك شايف الميتوكوندريا؟ واضح ان اللايت ميكروسكوب بيطلع الحاجه ايه؟ بس ملونه. فدي ميزه، يعني انا لما اشوف تجمع كده ملون بلون الميتوكوندريا خلاص يبقى دول ايه؟ ميتوكوندريا. طب تعالى نشوف الميتوكوندريا في الايه؟ الالكترون ميكروسكوب. شوف الميتوكوندريا، يا نهار اسود ايه ده؟ يخرب بيت كده. شوف الالكترون ميكروسكوب بيطلع الحاجه ايه؟ حجمها ايه؟ كبير. شايف الفرق؟ يبقى مين بيطلع تفاصيل اوضح؟ اللي ام. لكن مين اللي بيطلع الوان؟ اللي ام، بس يعني الصوره ايه؟ صغيره متكبره قليل. فهمت كده الفرق ما بينهم؟ طيب عموما بص يا سيدي، اشهر صبغه يا اولاد، الحته دي يعني لو انت ما سمعتهاش كويس هتتلخبط فيها، فبالله عليك ركز معايا. ولما تكون في سيكشن وحد معيدين ولا بتاع بيشرح لك وانت حسيت ان هو هيخبطك في الكلام، سد ودنك او اعمل اي حاجه عشان ما تلخبطش. يعني انت افهمها دلوقتي بس اتاكد انت فاهمها كويس. بص يا سيدي، احنا اتفقنا يا اولاد ان احنا لو عندنا اي نسيج عايز احطه تحت الميكروسكوب بحط عليه ايه؟ صبغه، صح كده؟ اشهر صبغه في الهيستولوجي اسمها اتش اند اي. اسمها ايه؟ اتش اند اي. يعني دلوقتي لو انا بدرس حاجه في جسم الانسان، اول حاجه بتيجي في دماغي ان انا احط ايه على الشريحه؟ اتش اند اي، صبغه اسمها اتش اند اي. طب افرض ما نفعتش، يعني انا مثلا ركز معايا عايز اشوف حاجه فحطيت ايه؟ ما ظبطتش، بجرب ايه؟ صبغات تانية، بس الصبغات التانية اسمها سبيشال ستين. لكن مين الجنرال ستين او الصبغه العاديه خالص اللي كل الناس بتحطها على كل حاجه؟ فدايما كل درس لما نيجي ندرسه يقول لك والله انا جيت اجرب الاتش ان دي نفعت، او جيت اجربها ما نفعتش. بس لازم في الدرس واحنا بندرسه يقول لك انا في الاول جربت مين؟ نفعت كان بها، ما نفعتش هي ايه؟ هيجرب ايه؟ حاجات تانية. بس صدقني اللي بيجي في الامتحان الحاجات التانية. لا انت اتش ان دي اي واحد ماشي في الشارع قلت له ايه صبغه في الهيستولوجي طبعا مش هيعرف. بس هو الاتش ان دي خلي بالك دي اشهر حاجه، بس لو في حاجه بتتصبغ بحاجه غير الاتش ان دي بيحب مين في الامتحان؟ هو السبيشال، الحاجه الثانيه. وبرضه انا عايز افهمك يعني ايه كلمه سبيشال ستين. ركز معايا، احنا فين في الخليه؟ مين دول؟ عضيات، صح ولا انت نسيت؟ نسيت ولا ايه؟ انتوا مين يا عضيات؟ خلاص كده الراجل ده ميتوكوندري وهتزعل مني. يلا بص يا ريس، تخيل ان احنا جبنا خليه دلقنا عليها اتش ان دي، يعني انت حالا متغرق ايه؟ اتش ان دي. كل الناس هتتلون. حلو كده؟ طيب لكن في صبغات بقى بحطها على الخليه بتلون عضيه واحده مثلا. يعني عارف في حاجه اسمها جانس جرين، واضح ان الصبغه لونها ايه؟ اخضر. بتحطها مفيش ولا حاجه في الخليه بتاخد لون نهائيا الا الميتوكوندري. واضح ان دي ايه؟ سبيشال ستين فور مين؟ حد فهم الفرق بين اتش ان دي واي سبيشال ستين؟ الاتش ان دي بتصبغ ايه؟ ودي حاجه حلوه ولا وحشه؟ وحشه. يا ركز انا بخليك استاذ، يلا ركز. ايه الوحش؟ مثلا لو انت حطيت اتش ان دي، الاتش ان دي اصلا بتطلع لونين، هنفهم دلوقتي. بتطلع لون يا اما احمر يا اما ازرق. يعني انت لو عندك صبغه اتش ان دي حطيتها على حاجه نسيج، قدامك كام احتمال؟ يا النسيج يطلع لونه ايه؟ يا احمر يا ازرق. يبقى صبغه الاتش ان دي بتطلع ايه؟ احمر وايه؟ طيب احنا عضيات حطيت علينا اتش ان دي، كذا عضيه هيطلع لونها ايه؟ احمر، وكذا حاجه هيطلع لونها ايه؟ طب دي وحشه. يعني انت مثلا الميتوكوندريا لونها احمر، والشبكه الاندوبلازميه لونها احمر، ومش عارف مين لونه احمر. طب انت ما انتش ايه؟ مش عارفهم. واضح ان الاتش ان دي هي كويسه وبنشوف بيها الحاجات، بس برضه فيها مشاكل. ايه المشاكل بتاعتها؟ انها بتصبغ كذا حاجه زي بعض، لكن مين اللي بيطلع الحاجه بالظبط؟ سبيشال ستينز. صباح الفل يا اخوانا، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟
بندرس السكيما بتاعت اي درس عندنا، بنعمل الديفينيشن، بنبص عليه لايت مايكروسكوب، الصوره بتطلع ابيض واسود ولا الوان ولا ايه؟ الوان، عشان انا ضفت ايه؟ اشهر صبغه اسمها ايه؟ اتش ان دي. ما نفعتش بنجرب ايه؟ سبيشال ستين. مين اللي بيحبوه في الامتحانات اكتر؟ سبيشال ستين. حلو كده؟ تعالى بقى افهمك قصه اتش ان دي معلش وخلاص كده، اتكل على الله، كفايه كده، عشان انا حاسس ان يعني دكتور ده انت انسان عظيم جدا. انا والله في فيديو هبقى انزله لكم والله على الجروب ان شاء الله. كنا في محاضره وبعدين ايه؟ كان في حته صعبه قوي بشرحها في الموديول الجاي مش ده. فخلصتها، فطبعا قلت لهم طبعا مفيش ولا واحد فاهم حاجه. راح واحد قال لي لا يا دكتور عظمه، ده انا فاهم والله العظيم في الكاميرا يعني طلع الله عليك يا دكتور، طالما انت اللي شرحتها انا فاهمها. هو اصلا مش فاهم حاجه، فاهم؟ بس واد عسل والله، حبيته جدا. كنا هنعمل حفله تكريم وطلعنا رحله. طبعا احنا بنعمل رحلات يعني كل فتره كده عشان ايه؟ نرفع. يعني مثلا انت امتحنت النهارده موديول 101، بكره بتتفسح معايا، ما فيهاش كلام، انا ما بهزرش والله. امتحنت خلاص موديول، انت فسحه، نروح بقى اي حته نلف شويه عشان احنا بنتخنق من الكليه دي خلاص. طلعته الرحله ببلاش الواد ده، وخليته مشرف على الباص بتاعه والله العظيم. يعني لو جيت تقول لي ايه المؤهلات وما اعرفش. وكنا هنعمل حفله لتكريم الناس اللي جابت درجات في الموديول، قلت ان هو هيتكرم معاهم. هو ما اعرفش هو جاب كام، فاهم قصدي؟ بس واد عظيم يعني، انت فاهم حاجه؟ قاعد بقول لك كنا قاعدين وبشرح حته صعبه، قال لي الله ايه ده؟ عارف الناس اللي هو بقول الله عليك يا ست. نفس الكلام. فحاول تعمل كده، يعني مش حاول تعمل كده على الاقل. يلا ربنا يوفقكم. صح كده؟ جامد جدا دكتور احمد زهر يا بنتي. ما فيهاش كلام يعني. يلا يا ولاد. الصبغه المشهوره عندنا اسمها ايه؟ ها؟ اتش اند دي. مش ملاحظ حاجه اسمها اتش اند اي؟ يعني فيها كام جزء؟ 2 اتش واي. الاتش حاجه اسمها هيماتوكسلين، ما تحفظهاش مش دلوقتي. والاي حاجه اسمها ايوسين. المهم يعني ان الصبغه دي اصلا مش صبغه واحده، دول ايه؟ يعني مادتين محطوطين ايه؟ مع بعض، واحده اسمها اتش وواحده اسمها اي. الهيماتوكسلين دي صبغه بيزك، يعني تركيبها ايه؟ قاعدي. والايوسين دي صبغه ايه؟ اسيدك، يعني تركيبها ايه؟ حمضي. عارف يعني العلماء عملوا ايه هم بيخترعوا الصبغه دي؟ ريحوا دماغهم. قال لك دلوقتي احنا الحاجات اللي جوه الخليه في منها حاجات ايه؟ اسيد وحاجات ايه؟ فاحنا نعمل صبغه فيها ايه؟ الاثنين، بحيث ان الحاجه البيز بتمسك في الاسيد والاسيد بتمسك في البيز. فاهم حاجه ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي صبغه اسمها ايه؟ اتش اند اي، هي فيها ايه؟ جزئين بيزك واسيد. واحنا مثلا عندنا حاجه هندلق عليها، الحاجه دي لو هي بيزك هتمسك فين في الصبغه؟ في الاسيدك. ولو هي اسيدك هتمسك في الايه؟ اتمنى اكون فهمت. الصبغه اسمها ايه؟ اتش اند اي. الصبغه دي فيها كام حاجه؟ فيها جزء بيزك وجزء اسيد. الجزء البيزك ده بيمسك في الحاجات اللي ايه؟ الاسيدك. والحاجات الاسيدك، الجزء الاسيدك ده بيمسك في الحاجات الايه؟ البيزك. ركز عشان هشرحها بثلاث طرق، ما تقلقش. سيبني اخلص الثلاث طرق بتوعي وبعدين قول لي في الاخر انا فاهم ولا لا. ماشي؟ طيب يعني تعالى نعمل سيناريو كده. نفترض يا اولاد ان انا عندي حاجه في الخليه تركيبها اسيد، يعني حاجه مليانه من جوه ايه؟ حمض. زي النواه فيها حمض، الحمض النووي. دي ان ايه؟ تسمع انت مالك؟ انت معلوماتك عايز منك كده ليه؟ عندكم معلومات يلا ولا ايه؟ الخليه فيها نواه والنواه جواها ايه؟ الدي ان ايه ده بالعربي يعني ايه؟ الحمض اهو. يعني النواه فيها ايه من جوه؟ حمض. هسألك سؤال، لو احنا جبنا الصبغه دلقناها على النواه اللي هي ايه؟ النواه هتمسك في الحمض اللي زيها ولا في البيز؟ في العكس. فواضح ان النواه بيطلع لونها بيزوفيليك، يعني ازرق. تاني، النواه جواها ايه من جوه؟ حمض. يعني النواه تركيبها فبتمسك فين في الصبغه؟ في الجزء الايه؟ البيزك. فعشان كده بنسميها بيزوفيليك، يعني بتحب البيز. طب هي ليه بتحب البيز؟ عشان هي ايه؟ تاني، الحاجه الاسيد بتمسك فيه البيز وبيبقى اسمها بيزوفيليك وبيطلع لونها. تعالوا نقول طريقه تانيه. حاجه في الخليه لونها ازرق، خلاص كده؟ يعني ايه ازرق؟ بيزوفيليك. يبقى الحاجه دي تركيبها ايه اصلا؟ اسيدك. تاني العكس، حاجه حمضيه تمسك في الصبغه البيزك يبقى اسمها بيزوفيليك ويطلع لونها ايه؟ ازرق. طب تعالى ناخد العكس، على افتراض ان انا عندي حاجه، مش هسيبك ما تقلقش، خليك معايا الاخر. حاجه ايه؟ بيزك، يعني حاجه تركيبها قاعدي. ضفنا عليها مين؟ اللي هم ايه؟
اتش ان دي. ايه رايك الحاجه اللي تركيبها قاعدي هتمسك في القاعدي ولا في الاسيد؟ فهيبقى اسمها اسيدوفيليك، يعني بتحب الايه؟ الاسيد. ويطلع لونها تحت الميكروسكوب ايه؟ من الاخر صبغه الاتش ان دي بتطلع كام لون؟ لا انا عايز كل الناس تتكلم عشان نفسيتي بتتعب كده. صبغه الاتش ان دي بتطلع كام لون؟ يا اما لون ازرق يا اما لون، واللون الازرق عندنا ما اسموش بلو، اسمه ايه؟ بيزوفيليك. يعني لما اجي اقول لك مثلا حاجه لونها بيزوفيليك، يعني ايه بيزوفيليك؟ ازرق. او حاجه لونها اسيدوفيليك، يعني لونها ايه؟ طب اسالك سؤال هو اللي هينهي الموضوع، حاجه بيزوفيليك يبقى تركيبها ايه؟ اسيد. حاجه اسيدوفيليك يبقى تركيبها ايه؟ بيزك. فهمت حاجه؟ الحاجه مع ايه؟ مع عكسها. عندنا كام لون في الصبغه دي؟ 2 لون. الازرق اسمه بيزوفيليك والاحمر اسمه اسيدوفيليك. اقول لك على علامه كده او حاجه، وخلي بالك بقى الحاجات دي، بص انا حصريا انا اللي اخترعتها. دكتور احمد هو اللي اخترعها حرفيا. في حاجه كده هتحبوها في المنهج من اجمل الحاجات اللي ممكن، وهو انا اكتشفت ان العلم فيه سنس. في حاجه يا جدعان اعجاز. طول السنين وانت بتدرس هيستولوجي تلاقي في حاجه ايه؟ ان الحروف بتدلك على الحاجات. يعني مثلا بص بيزوفيليك يعني لون ايه؟ بلو. طبعا انت شايفها عاديه وسامعها وبتاع، الناس بتغش مني بس عادي، اللي جوه لسه غير، جوه في شغل جامد. يبقى بيزوفيليك يعني ايه؟ بلو ازرق. اسيدوفيليك يعني ايه؟ احمر بحرف الالف. واحد هيقول لي طب ما ازرق بحرف الالف، يا عم اسمع بقى خلاص يعني عديها ما تقلقش يعني ماشيه. يبقى اذا ركز معايا، ده لسه احنا عندنا الشات جامده جدا قدام. يبقى البيزوفيليك يا اولاد يعني لون ازرق، والاسيدوفيليك يعني لون احمر. تعرفها ازاي؟ اسيدوفيليك لونها ايه؟ احمر مش ازرق. ازاي ما تعرفش يعني؟ بس خلاص لما تاخد الحاجه بهزار كده او يبقى فيها حاجه، حتى لو انت عجبك الموضوع حلوه او بايخه مش مشكله، بس يعني بالنسبه لي انت في النهايه حفظت الايه؟ الكلام. تعال نقراها. صبغه الاتش ان دي اقرا كده. بيقول لك ان في اللايت مايكروسكوب، على فكره بص كاتب لك ايه؟ سين اور نوت سين. عارف يعني بقول لك على ايه؟ احيانا في حاجات في المنهج ايه؟ لا ترى بالايه؟ باللايت مايكروسكوب. ليه؟ لان اللايت مايكروسكوب ايه؟ ضعيف. يعني في حاجات هناخدها مثلا غشاء الخليه، عارف غشاء الخليه؟ ده لا يرى بالايه؟ باللايت مايكروسكوب، لان اللايت مايكروسكوب ضعيف. يبقى اذا دايما في اللايت مايكروسكوب في الاول هنقول هل هي الحاجه ايه؟ سين اور نوت سين، وبعدين هنتكلم عن الايه؟ الصبغه المستخدمه اللي هي الستين. طب اشهر صبغه اسمها ايه؟ اتش ان دي، اللي هي هيماتوكسلين اند اي سي. طبعا الهيماتوكسلين دي بيزك، فبتصبغ الايه؟ الاسيد، وبتدي لون بلو. بيبقى اسمه ايه البلو؟ بيزوفيليك. طيب الايوسين دي صبغه اسيد، فبتصبغ الحاجه البيزك وبتدي لون احمر اسمه اسيدوفيليك. برافو عليكم. حاول بقى الحاجات دي بسرعه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. انا كده الكلام ده هنتكلم فيه تاني، بس احنا المفروض ان بدايتنا الفعليه هو من الصفحه اللي جايه اللي هي سيل ممبرين وكده. حتى كنت محضر لك، هقول بس الكلمتين اللي باقيين في الصفحه بسرعه. احنا اتفقنا يا اولاد ان انا ببص على الحاجه بالايه؟ وبعدين ارجع ابص عليها بالايه؟ الالكترون ميكروسكوب هو كمان عنده ايه؟ الميزه في الالكترون ميكروسكوب ان قوه التكبير عاليه جدا، بتعدي ال 100,000 مره واحيانا في مليون. يعني التفاصيل بتطلع ايه؟ جامده جدا. بس العيب اللي فيه ان الصوره بتطلع ايه؟ ابيض واسود. فهمت كده؟ هسال سؤال، لو انا عايز صوره واضحه جدا استخدم مين؟ عايز صوره ملونه؟ ال. فهمنا كده؟ طيب. الحته يا اولاد الصوره بتطلع يا اما لونها اسود يا اما لونها ايه؟ طبعا سعادتك راجل طيب عارف ان اسود يعني ايه؟ دارك، وابيض يعني ايه؟ لايت. صح كده؟ برافو عليك، الكلام ده مش هيجي في الامتحان. بص بقى، في حاجه في ماده الهيستولوجي صدقني والله العظيم اللي بقوله لك ده هو الصح. اسمع كده، اي حاجه في الهيستولوجي لها اسمين بيحبوا الاسم الثاني اكتر من الاسم الاولاني. طبعا انت راجل غلبان وعلى نياتك ولسه بادئ دراسه، فبتيجي تذاكر تعمل ايه؟ مثلا حاجه لها اسمين، تقول واحد مثلا عادي واحد ما بين قوسين، بتحفظ الايه؟ العادي، وتقول لي يا عم اللي ما بين قوسين ده ربنا يسهل. طب بس انا اعرف ده دلوقتي. تروح في الامتحان تلاقي كله اللي ما بين قوسين. يعني السؤال الاول اكتب الصفحه الاولى كان فيها حاجه ما بين قوسين اعرفها. السؤال الهيستولوجي اصل ماده مثلا زي الفسيولوجي يا اولاد، الفسيولوجي فيه شويه ميكانيزمات، فممكن يلعب معاك في الايه؟ في الافكار. انما الهيستولوجي هو علم وصفي، فبيلعب اكتر في المصطلحات. يعني لو عايز يوديك في داهيه في الامتحان يجيب لك سؤال ريتن مثلا بالاسم اللي مش مشهور. فاكر من سنه كده بس قبل النظام ده كان في غده اخر صفحه، طبعا اخر صفحه دي بتيجي في الامتحان موت. طبعا انت سعادتك بتذاكر الشابتر فبتبقى بكل طاقتك تيجي عند اخر صفحه تقول لي يعني هي دي
لا تيجي في الامتحان والله العظيم هي مره جه سؤال ريتن اخر صفحه بس في سنه ثانيه في النظام القديم، حرفيا 70% من الطلبه ما حدش جاوبه، يعني كل 100 طالب تلاقي 30 مجاوبين و70 لا. جت حاجه غده كانت وكان جنبها اسمها بس ايه صغير، تحس ان هم كانوا قاصدينها. جاب بقى الايه الصغير ده، اقول لك اتكلم عنه، كله قال لك انا ما اعرفوش. فركز لما يكون حاجه في الهيستولوجي لها اسمين، ركز في الاسم الثاني اكتر من الاولاني، او بص الاسم الاوحش. يعني لو في حاجه سالكه وحاجه اسمها وحش قوي، مين اللي هيجي في الامتحان؟ الوحش قوي. من الاخر انا بقى صريح، انا بقول لك الكلام المظبوط. بص بقى، انا بقول لك الحوار ده ليه؟ عشان تبقى عارف ان الحاجه الدارك ما بنقولش عليها في المنهج دارك، بنقول عليها الكترون دنس. ليه؟ عشان اصعب فتبقى احسن. واللايت بنقول عليها ايه؟ الكترون ليوسنت. ممكن تاخد اول حرف من الكلمه الثانيه. برافو عليك، انت سمعت الفيديو بتاعك كده. ما علينا يعني. ماشي يا عم. صح كده؟ ماشي. بص يا سيدي، احنا اولاد المفروض ان احنا عندنا الحاجه اللي لونها اسود بنقول عليها ايه؟ دارك. عندنا في الهيستولوجي بنقول عليها ايه؟ الكترون دنس. يعني مثلا اقول لك والله جيت ابص على الريبوزوم، ما اقولكش بقى لونه دارك كده، كده المنهج سهل جدا. انما اقول لك ايه؟ الكترون دنس كده احسن شويه بالنسبه للقسم يعني، فاهم؟ طيب واللي لونه ابيض بنسميه ايه؟ الكترون ايه؟ ليوسنت. الكلام ده مهم. بعد كده الاستراكشر في تريكه كده في الريتن هقولها لك ان شاء الله لما تيجي تدخل امتحان ريتن. احيانا يا اولاد بيكون في درس ما فيهوش عنوان اسمه ايه؟ يعني مثلا ميتوكوندريا في كتاب الكليه ما فيش استراكشر، يعني في ديفينيشن ام فانكشن، ما فيش ايه؟ تروح الامتحان تلاقي السؤال الاول استراكشر اوف ميتوكوندريا. يا اولاد الذين تعمل ايه؟ لو جالك سؤال في الامتحان اسمه استراكشر في الريتن، طبعا انا يعني ساعتها هنتكلم، بس يعني مبدئيا اكتب ام والاي ما هم دول يعتبروا الايه؟ الوصف او الاستراكشر، التركيب. يبقى التركيب لو الدرس ما فيهوش عنوان صريح اسمه استراكشر هكتب مكانه ام واي وبالذات الاي لان هو اللي بيوصف الحاجه ايه؟ كويس، فبيعرفك التفاصيل بتاعتها وشكلها. اخر حاجه الفانكشن، الوظائف. نصيحه لما تيجي تكتب في الامتحان وظائف اي حاجه او لما تيجي تحفظها رتبها على حسب الاهميه. يعني مثلا حاجه ليها 5 وظائف بس في وظيفتين اساسيين وفي 3 يعني ايه بتشارك. طبعا لما تيجي تكتب في الامتحان تكتب مين الاول؟ الاساسيين، عشان الراجل يحس ان انت فعلا فاهم. قوم انت بقى لو كتبت الاساسي ونسيت واحده في النص، يعني الراجل هيقول لك يا عم ده الواد طيب وجميل وبعدين برضه هعلمك خدعه كده تكتبها لما تكون متاكد ان في حاجه في الكتاب 5 وانت في الامتحان مش فاكر غير 4، هنتصرف يعني، هنشوف واحده نكتبها بصيغه ثانيه، يعني نيجي نكتب حاجه كده يعني ما تقلقش. خلاص؟ يبقى اذا الوظائف خليها دايما في دماغك على حسب الايه؟ الاهميه، عشان ده بيفرق مع الراجل بصح الامتحان. كلينيكال نوت، طبعا انت عرفت يعني ايه كلينيكال نوت. كلينيكال نوت ان دايما في اخر الدرس بيبقى فيه الامراض المتعلقه بهذا الدرس. انا خلصت بس عايز الم الكلمتين اللي انا قلتهم تاني معلش بسرعه خالص في دقيقتين بالظبط. وما تنساش ان احنا عندنا محاضره فيسيولوجي، الدكتور عفت كانت رئيسه القسم السابقه يعني هتظبط لكم الكلام وهتقول لكم برضو الفسيولوجي بيمشي ازاي. انا خلصت بس هلم الدنيا ولا بلاش؟ طيب ماشي. كنا هنقول ايه يا ولاد؟ هنلم الدنيا بس كده بسرعه. احنا اتفقنا اول شابتر فعلي عندنا اسمه ايه؟ سيتولوجي. بنتكلم فيه عن ايه؟ الخليه. ولا انت مش واخد بالك ولا ايه؟ امشي ولا انت ولا صح حتى هو. لا احنا هنعيد المشهد تاني. ماشي؟ عيد المشهد تاني. احنا يا اخوانا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ السيل. بدانا كده خدنا مقدمه سيتولوجي اللي هو علم الخليه. عرفنا ان الخليه فيها كام حاجه؟ 4. 2. ايوه كده شاطرين. سيتوبلازم ونيوكليوس. سيتوبلازم فيه كام حاجه؟ والنيوكليوس 4. بدانا بمين؟ سيتوبلازم. حد فاكر اساميهم؟ ال4 سيتوزول واورجانيلز وانكلوجن وسيتوسكيلتون. حد فاكر السائل والحاجات المهمه والحاجات اللي مش اساسيه قوي، والاخير اللي هو بيدعم الخليه وبيحافظ على شكلها. وعرفنا ان مين اهم جزء احنا هنركز فيه المحاضرات اللي جايه؟ الاورجانيلز، العضيات. وان العضيات في منها نوعين، يا اما ممبرينس يا اما نون ممبرينس. حد فاكر ايه فايده الغشاء؟ عشان بيحميها، عشان فيها انزيمات. ايوه كده، بيحمي الخليه منها. فهمت كده؟ وعرفنا ان العضيات لما نيجي ندرس اي عضيه بنتكلم فيها عن كام عنوان؟ 5. ديفينيشن وصورتها بالايه؟ الاي ام ستراكشر وفانكشن. في الديفينيشن بتعرف اي حاجه ازاي، اي عضيه ممبرينس ولا لا، وبعدين تقول فايدتها.
طب انا بستخدم كام نوع من الميكروسكوبات عندنا؟ 2. ايه اللي ام؟ طب ليه بستخدم 2؟ ها؟ عشان في كل واحد فيهم عنده ايه؟ ميزه وعيب. لو انا عايز اشوف صوره ملونه، طب صوره واضحه، طب الحاجه الملونه بتطلع ملونه ليه؟ عشان الستين. مين اشهر ستين؟ بتطلع كام لون؟ ايه هم؟ لا مش ازرق واحمر صراحه، بيزوفيليك واسيدوفيليك. ولا الطوالس لك يلا. بيزوفيليك يعني لون ايه؟ ها؟ ازرق. واسيدوفيليك يعني لون ايه؟ احمر. هتبص اسيدوفيليك احمر، ما علينا يعني، فاهم؟ طيب بعد كده عرفنا ان الميكروسكوب الالكتروني بيطلع الصوره بس ايه؟ ابيض واسود. الحته السوداء بنسميها ايه؟ الناس اللي قالوا الكترون دنس دول ناس مركزين. الحته السوداء بنقول عليها يا اما دارك يا اما ايه؟ والحته البيضاء بنسميها لايت او الكترون ديوس. الناس اللي بتحب تفهم حاجه يعني كده، بص هي ليه اسمها الكترون دنس؟ بص هو الميكروسكوب الالكتروني بيطلع الكترونات بيبقى مضاف عليها ماده، ركز، لونها اسود. يعني الالكترونات بنحط عليها ماده ايه؟ لونها اسود، اسمها اوزميوم، مش مهم. الماده اللي لونها اسود دي لما بتطلع الالكترونات بتخبط في الحاجه. لو الالكترونات، ركز معايا، خبطت في الحاجه كتير يطلع لونها ايه؟ اسود. عشان كده بنسميها الكترون دنس، يعني في كثافه عاليه من الالكترونات خبطت فيها. طب افرض ماده تركيبها خفيف فالالكترونات ايه؟ عدت. فاهم حاجه؟ يعني انت بتنشن على دي الكترونات مشيت راح، يطلع لونها ايه؟ ابيض. فهمت الفكره؟ ليه دي اسمها الكترون دنس؟ عشان في ايه؟ كثافه من الالكترونات. ليه الكترون ليوسنت؟ عشان خفيفه. ستراكشر قلنا لو مش موجود هتكتب ايه؟ الام وام. الفانكشن اللي هي الوظائف تبقى مرتبها على حسب. وانت اصلا ليه بتدرس الدرس؟ عشان الكلينيكال نوتس، لان انت دكتور، فهمت؟ مش عايز جسم الانسان هو طبيعي. ثانك يو فور جود listening and جود باي.